أهلا وسهلا بيكم في قناة حكاوي أنس. المرة دي هنقدم لكم فيديو بشكل مختلف. عندنا هنا طفلين حلوين هيجاوبوا على الأسئلة اللي انتوا كتبتوها على الفيسبوك. يلا قولولي اسمك ايه؟ أنس عبد الرحمن. عندك كام سنة يا أنس؟ عندي 9 سنين. 9 سنين. وانتي اسمك ايه؟ اسمي جودي إسلام محمد. عندك كام سنة يا جودي؟ 7 ونص. تمام. قولي يا أنس ايه أكتر لون بتحبه في الدنيا؟ الأحمر. الأسود 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 الأحمر ولا الأسود؟ الأسود الأسود. اشمعنى؟ عشان ده اللون اللي أنا بحبه وأحلم بيه. بتحلم بيه؟ اه. دي كوابيس بقى عشان تبقى باللون الأسود. ده كوابيس. ماشي. لا، أكتر حاجة نقطة ضعفي هي بتبقى الكوابيس. يا لهوي يا جدعان. يلا السؤال اللي بعده. قوليلي بقى يا جودي ايه اكتر لون بتحبيه؟ البامبا. اشمعنى؟ عشان بحب القطومة البامبا واللوح البامبا وكده. تمام، يعني بتحبيه في كل حاجة. ماشي. قولي يا أنس عايز تطلع ايه لما تكبر؟ مهندس برمجة. اشمعنى مهندس برمجة؟ عشان الشغلانة دي كلها حسابات، وأنا بحب أصلا مادة الحساب وشاطر فيها، تمام. فعشان كده عاوز أطلع مهندس برمجة. تمام. وانتي يا جودي؟ رسالة. رسامة. اشمعنى رسامة؟ عشان بعرف أرسم وبحب الرسم كتير. تمام. انا كنت سامعة اشاعات ان انتي عايزة تطلعي دكتورة. لا، بس غيرت، حبيت الرسم أكتر. هو الرسم يتحب اكتر من الطب يا بنتي. طيب. مقدرش رأيي. ايه بقى اكتر حاجة بتحبيها في ماما يا جودي؟ اللي هي بتسمع كلامي. يعني ايه بتسمع كلامك؟ بتسمع كلامي في كل حاجة، بقول لها حاجة بتسمع كلامي. تمام كويس. وانت يا انس ايه اكتر حنودة حاجة وبتقعد تفعص فيا وتبوسني كل ما تشوفني. بس انا سامعة ان انت بتقول على الموضوع ده ان هي ملزقة. لا، ما حصلش أكيد يعني، لا. اوه ماشي. نبقى نتفاهم في الموضوع ده بعدين. طيب، ايه اكتر حاجة حصلت السنة اللي فاتت دي وبسطتك جدا؟ أنا سافرت سافرت فين؟ جمصة. تمام. نزلت البحر والحمد لله. أكتر نقطة ضعف كانت هناك الأنا دي يا جدعان، فضلت تقص فيا لغاية لما اتهرست. وانتي يا جوجو؟ برضو رحت جمصة ونزلت البحر، وفي ايدي القنديل قام عامل لي زي غويشة في ايدي. انتوا الاتنين يا عيني الاناديل كانت مستهدفاكوا. أنا في رجلي وأنا في ايدي. طيب قولولي ايه هي هواياتكم؟ أنا هوايتي. ثانية واحدة، ايه الهواية بقى؟ الهواية دي هي الحاجة اللي انت بتحب تعملها لما يبقى عندك وقت فاضي. أنا بحب أقرأ قصص. يعني انتوا الاتنين بتحبوا القصص. جميل. أو طيب. بقعد ألعب أو بنام. دول التلات حاجات بس بس ان أغلبهم انت اليوم. تلعب وتنام دي مش هواية. الهواية القصص زي ما انت قلت كده. طيب. قصص. ايه لا اكتر لا، ستوب مكان؟ ستوب ستوب، بنزل فيديوهات. بنزل الشباب فيديوهات. دي هواية جديدة دي. طيب ايه اكتر مكان سافرته وحبيته؟ بصراحة القاهرة. اشمعنى؟ ايه اكتر حاجة حبيتها في القاهرة؟ الأهرامات كان شكلها حلو وبالهول. تمام. انا ملاحظة ان انت حاطط هنا جنبك الاهرامات وابو الهول. للدرجة دي بتحبهم؟ سمع كلام ان انت بتعين فلوسك تحتيهم كمان. أيوة. الهول قال لي اتصل عليا بالليل وقام قال لي آم، جيب الفلوس بتاعتك أمانة عندي. قلت له ماشي. رحت اديتهم له في الأوضة بتاعته وأنا نايم في الحلم بقى. كل ده في الحلم. يلا مش خسارة في ابو الهول برضه. طيب وانت ايه اكتر هناك مكان على فكرة، هناك في سافرتي؟ الأوضة. ايه اكتر مكان سافرتيه وحبيتيه يا جودي؟ دمياط. دمياط. ماشي. اشمعنى دمياط؟ بحب البحر بتاعها، بحب ألعب فيها، بحب شقق. تمام. طيب ايه اكتر نقطة ضعف ليكوا؟ يعني ايه اكتر حاجة ما تقدرش تقاومها لو الشوكولاتة. شفتها؟ تمام. وانت يا انوس؟ ايه اكتر حاجة لو شفتها تحس ان انت لازم تعملها، لازم تاكلها، لازم تشربها، لازم؟ الإجابات في الفصل.
الإجابات في الفصل، إن أنت ترفع إيدك وتجاوب الرياضة. في الفصل. أيوة. تمام. إيه يعني، طيب إيه أكتر لعبة بتحب تلعبها على التابلت بتاعك؟ بابجي. وأنت يا جودي؟ ماينكرافت. ماشي كويس. شخص عنيف وشخص بيحب يبني، جميل خالص. آخر بقى حاجة، إيه أكتر مادة أنتوا بتحبوها في المدرسة؟ الرياضة. الرسم. جميل جميل. بتحبوا المدرسة أصلا؟ أنا حسيت بتردد يا جودي، كنت مترددة كده. بصراحة في الحقيقة ما بحبش المدرسة. أوه، ظهر الحق. ليه بقى ما بتحبيش المدرسة؟ بتوع وجودي 6 ساعات في المدرسة، من الساعة 7 للساعة 1 6 ساعات. لا فعلا الموضوع صعب جدا. وحصص وزعيق والفسحة 5 دقايق عشان بس تشتري في 5 دقايق وتطلعي ما تكمليش دقيقة. فبتكون حاجة صعبة جدا. وفي الألعاب ما بيرضوش ينزلوه. ويا ترى انت بقى يا انس كمان ما بتحبش بقى المدرسة زي جودي كده ما اعترفت في الاخر، ولا بتحبها؟ بحبها عشان بروح ألعب كورة فيها. تمام. والبنات وبتحب بيلعبوا. اصحابك؟ وبتحب اصحابك؟ أيوة. يعني ايه والبنات بيقعدوا دي؟ يعني بحس كده ساعات يا انس ان انت قصدي بتحبش يعني. البنات. أيوة. ليه بقى ما بتحبش ما بتحبش البنات؟ أختك عشان ملزقة. ملزقين؟ أمك ملزقة. ما عدا تيتا. يعني معنى كده ان انت ما بتحبش امك وما بتحبش اختك اللي قاعده جنبك دي وما بتحبش المسات بتوعك اللي بيجوا يدوك الدروس ولا اي حاجه؟ ما بتحبش اي، خلاص كده انت ما بتحبش ستات خالص. أيوة. ايوه. اوه. ما عدا اللي أنا بحبهم وأنت من ضمنهم بقى للأسف. ايه رايك يا جودي في الكلام ده؟ انت بتحبيش الولاد انت كمان ولا بتحبي الولاد عادي؟ بكره الولاد. ليه؟ ما بحبش الولاد. ليه طيب؟ الولاد رخمين. هما رخمين فعلا يا بنتي والله. في ولاد تتكلم مع البنات والله ملزقين. هما اللي ملزقين. يعني دلوقتي أنس بيتهم البنات إن هما ملزقين، بينما في الواقع جودي بتقولي إن الولاد هما اللي ملزقين. وكده كده ننهي الحلقة النهاردة عشان في شكلة كبيرة هتقوم دلوقتي يا أصحابي، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.